السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل اي حاجة ما تنسوش الصلاة على الحبيب. النهاردة هعمل معاكم صينية بطاطس بأجنحة الفراخ بطريقة سهلة ولذيذة، والأول مرة اعملها معاكم. زي ما انتم ما شايفين، اهم حاجة نمسك الأجنحة الأول، ننضفها بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين، ونعمل لها محلول يكون كويس كده عشان الزفارة. حطينا شوية من الدقيق على ليمونتين على شوية من الملح، وسيبناها نقعناها فيها لمدة نص ساعة. تاني حاجة نزلنا بالجميع البهارات اللي عندنا اللي تحبي تحطيها. معلقة كبيرة دبس رمان، عصير مع ليمونة، عصير ليمونة كاملة، وبهارات فراخ، كزبرة، فلفل اسود، معلقة بابريكا، اي بهارات تحبيها ضيفيها عليها، وفصين من الثوم. اهم حاجة نسيبها في التتبيلة دي حوالي ساعة على قد ما تقدري كده، ومعلقة من الزيت، وبصلاية صغيرة كده مبشورة. زي ما انتم ما شايفين بتدي طعم خطير وبيبقى طعمها عسل. ورشة من الملح. هنا حطينا شرايح بطاطس وشرايح فلفل ألوان اللي متوفر عندك. هنحطها في الفرن بالشكل ده، تطلع معانا صينية بطاطس بأجنحة الفراخ لذيذة وسهلة وجميلة، جنب طبق رز بقى بتبقى خطيرة وطعمها حلو. اهو بالشكل ده كده زي ما انتم ما شايفين. هنا بعد ما سويناها في الفرن وخدت وش وطلعت ما شاء الله قد ايه مستوية، وشكلها وطعمها كان خفيف كده وطعمها عسل. اهو زي ما انتم ما شايفين. اهم حاجة نسيبها في التتبيلة حلوة عشان يبقى طعمها حلو.